اسمع يا حبيبي، قبل التوقف انا شفت للاتحاد 8 مباريات، 8 مباريات كانت بالنسبه لي خنق، ما في متعه. على الرغم من انه الاتحاد يفوز ما كنت متكيف من الاداء، لكن مباراه اليوم قدام التعاون الاتحاد قدم عظمه، قدم مستوى جدا ممتاز، وبالذات في الشوط الثاني نادي الاتحاد ركب المباراة، اتفوق على التعاون بطول بالعرض، ومسيطر ويهاجم ويمتع. دفاعيا الاتحاد عال العال، هجوميا الاتحاد ممتاز، خط الوسط في توازن، في تماسك، الفريق في الضغط العالي، في الضغط العكسي، في حتى لما تكون الكورة ويلعب في ملعب التعاون تكون الكورة معاه بيقدم مستوى جدا عالي. شكرا نونو سانتو، شكرا لعيبه الاتحاد. الاتحاد يا اما يكون بهذا الاداء، يا اما يكون بهذا المستوى، يا اما لا يلعب كوره، لانه الاتحاد الثمانيه مباريات الاولى بصراحه مره ما كنت متكيف من الاتحاد. على الرغم من انه كان يفوز، الاتحاد كان اقوى خط دفاع، الاتحاد ما بيخسر مباريات، لكن ما كنت متكيف من الاتحاد. لكن اليوم قدام الاتحاد، قدام التعاون عفوا، الاتحاد قدم افضل مباراه له في هذا الموسم، واتمنى نونو سانتو يستمر على هذا الشكل. الاتحاد مباراة بعد مباراة في تطور، اللاعبين بدأوا يشربوا أفكار المدرب، اللاعبين اللي رجعوا من الإصابة بدأوا يقدموا الإضافة للفريق، والفريق كل ما اكتمل كل ما الفريق قاعد يقدم أداء ومستوى عالي. إيش الأسباب اللي خلت نادي الاتحاد ينتصر في هذه المباراة ويقدم هذا الأداء العظيم؟ الاتحاد في هذه المباراة المدرب لما بدأ بتشكيلة افضل من التشكيله اللي كانت في المباراه السابقه، لما بدا بهنريكي وبدا باللاعب زكريا هوساوي كظهير يسار، الاتحاد صار داخل ارضيه الملعب متماسك، الاتحاد في توازن، الفريق بيلعب بدون عشوائيه، وهذه اهم نقطه. الاتحاد في المباراه الماضيه كورنادو ورومارينهو وعبد الرزاق حمد الله لما كانوا يلعبوا هيلدر كوستا في الثلث الهجومي كان في كميه عشوائيه غير طبيعيه. كورنادو ورومارينهو لما يبدلوا مع بعض، تبديلهم بينهم وبين بعض في المراكز كان دائما يكون في ازدواجيه، الاثنين دائما يحبوا يكونوا في عمق الملعب، احيانا تلاقي الاثنين بيميلوا على اليسار بكثره. ولكن لما في هذه المباراه المدرب سحب كورنادو ووضع هنريكي مكانه، الاتحاد بيلعب بتوازن، بيلعب باسلوب مختلف عن اللي شفته في المباريات الماضيه، وبالتحديد في المباراه الاخيره اللي كانت لنادي الاتحاد في بطوله كاس الملك امام نادي الشباب. الاتحاد في هذه المباراه شكله مختلف. الفريق في هذه المباراة لما نزل هنريكي وزكريا هوساوي لعبوا على اليسار، الفريق في الضغط العكسي ممتاز جدا. الفريق لما بيضغط ضغط عالي على نادي التعاون، الفريق بيضغط ضغط متوازن، تحس الفريق والخطوط متقاربة من بعض، لاعبين الدفاع، لاعبين الوسط، لاعبين الهجوم، ما في مسافة بينهم، ما في ثغرات ممكن يستغلها نادي التعاون. صعبوا مسألة البناء على نادي التعاون. الاتحاد لما تكون الكورة معاه بيفتح اللعب على الأطراف، بيعتمد على سرعات هيلدر كوستا وعبد العزيز البيشي، مسببين خطوره، بيهاجموا على الاطراف، بيستغلوا المساحات بشكل جيد، العرضيات بيلعبوها بشكل جيد، حتى المهارات الفرديه في المواجهات لاعب ضد لاعب، عبد العزيز البيشي، هيلدر كوستا متميزين. رومارينهو لاعب خلف عبد الرزاق حمد الله، في بينهم تفاهم، بيتبادلوا بينه وبين بعض في المراكز. بنشوف كيف التفاهم اللي بين عبد الرزاق حمد الله ورومارينهو نتج عن هدف ثاني، على الرغم من انه كان خطا، ولكن التفاهم اللي بينهم من لمسه عبد الرزاق حمد الله استلم الكوره لف ووضعها في الباب. هذا الشيء المطلوب، هذا هو الاتحاد اللي احنا نبغاه. الاتحاد مو من الانديه اللي بيبحث على الاستحواذ والسيطره على الكوره وبيلعب على العرض. الاتحاد لما بيلعب بهذا الشكل بيعتمد على السرعات، على التحولات، الاتحاد بيكون خطير. الاتحاد في هذه المباراة قدم مستوى كبير تكتيكيا، فنيا، فرديا، حتى اللاعبين داخل أرضية الملعب الفريق قاعد يقدم أداء ومستوى عظيم. خط الدفاع بالنسبة لي أنا في الموسم الماضي لما كنا نتكلم عن دفاع نادي الاتحاد كنا بنقول إنه أحمد حجازي قدم الإضافة لنادي الاتحاد. دفاع الاتحاد بدون أحمد حجازي ما يسوى شيء، ولكن في المواجهة اللي أنا شفتها اليوم وفي هذا الموسم بشكل عام، الاتحاد لما يلعب بمهند شنقيطي وأحمد شراحيلي واحمد حجازي باللي شفته اليوم مع اللاعب زكريا هوساوي، لا، الاتحاد في خط الدفاع
مستوى عالي. لاعبين نادي الاتحاد في المواجهات لاعب ضد لاعب، ايا كان اي اسم لاعب اليوم في خط الدفاع في المواجهات لاعب ضد لاعب. مهند شنقيطي كان متميز جدا في الادوار الدفاعيه، زكريا هوساوي متميز جدا، احمد شراحيلي كان متميز جدا، واحمد حجازي ما يحتاج اني اتكلم عنه لانه هو اللاعب الليدر، هو اللاعب اللي بيصنع الفرق في خط الدفاع. ولكن انا قصدت اني اذكر هذه الاسماء لانه هذه الاسماء دائما ما بتاخذ حقها من الجماهير. هذول اللاعبين اليوم اثبتوا جودتهم، لاعبين واقفين في الملعب متمركزين بشكل جيد في التغطيه، يغطوا بشكل جيد في المواجهات لاعب ضد لاعب بشكل جيد، بيلعبوا ممتازين. حتى مهند شنقيطي وزكريا في الادوار الهجوميه لما يطلعوا في الثلث الهجومي دائما بيصنعوا الفرق وبيأثروا، بيخلقوا فرص خطيره لنادي الاتحاد. الاتحاد بهذا المستوى بهذا الاداء لو استمر المدرب نونو سانتو بهذا الشكل مع تطوير بعض الاشياء اللي موجوده في الفريق وبعض الحالات الفرديه اللي متكرره من هيلدر كوستا ورومارينو وعبد الرزاق حمد الله، لو حل هذه المشاكل بس اللي عند هذول اللاعبين فالاتحاد وضعه حيكون مختلف في هذا الموسم في بطولة الدوري. الاتحاد هجوميا ما هو ناقصه شيء، ناقصه بس فقط ان نشوف شكل الاتحاد جماعيا في الادوار الهجومية. الفريق في الحالة الدفاعية ممتاز جدا وبالارقام يعتبر افضل خط دفاع، وانا ما احب اركز كثير على الارقام لانه الاداء الفردي من كل لاعب في نادي الاتحاد في خط الدفاع فهو قاعد نشوف شيء مميز جدا. حتى الاداء الجماعي على مستوى الحالة الدفاعية نادي الاتحاد بنشوف نادي الاتحاد في الحالة الدفاعية الخطوط متقاربة بينه وبين بعض، خط الوسط بيساند بشكل كبير بالذات في هذه المباراة عكس اللي كان عليه في مباراة الشباب لما كان طارق حامد بيتسلم لوحده امام لاعبين نادي الشباب في كل مرتدة نادي الشباب. اليوم مع هنريكي شفنا توازن، طارق حامد هنريكي مع بعض متمركزين صح، مقفلين وسط الملعب بشكل جيد، حتى في مساندات من عبد العزيز البيشي وهيلدر كوستا في الادوار الدفاعيه عكس العشوائيه اللي كنا نشوفها. لذلك انا اتمنى المدرب نونو سانتو يثبت على هذه الاسماء، حتى لو في يوم احتاج كورنادو انه يلعبوا في يوم من الايام في احدى المباريات، اتمنى كورنادو يكون مكان رومارينهو. هنريكي اللي ممكن الجماهير دائما بيختلفوا عليه، دائما الجماهير بتنتقد تواجده، انا شخصيا اشوف انه هنريكي لاعب لو اتوظف بشكل جيد، لو المدرب لعب على امكانياته اللاعب قادر يقدم مستوى كبير. ولكن هنريكي هو ما هو لاعب خارق، هو لاعب عنده بعض النقاط الإيجابية اللي ممكن يستفيد منها الفريق، يحتاج فقط مدرب يعرف كيف يوظف إمكانيات هذا اللاعب بشكل جيد، وبعد كده تشوف عطائه داخل أرضية الملعب. هنريكي أنا أتمنى أشوفه في المباريات الجاية يلعب مع طارق حامد، لأنه طارق حامد في هذه المباراة يمكن أول مباراة أنا أشوف طارق حامد قاعد يلعب فيها وهو مرتاح في الأدوار الدفاعية، متفرغ في أدواره وفي الافتكاك، ما بيدي مجهود كبير مثل اللي كان بيقدمه في المباريات الماضية. مبروك لنادي الاتحاد، مبروك لجماهير الاتحاد، وإن شاء الله نشوف الاتحاد بهذا الشكل بهذا المستوى، وإن شاء الله من أحسن لأحسن في المباريات القادمة. أنا اليوم متكيف من نادي الاتحاد، متكيف على المستوى اللي قدمه الفريق، وإن شاء الله نشوف نادي الاتحاد بهذا الشكل، لأنه هذا الفريق يستحق إنه يحقق بطولة دوري، ويستحق إنه يرجع للبطولات مثل ما كان عليه في السنوات الماضية. هذه وجهة نظري، هذا تحليلي عن مباراة نادي الاتحاد، ونشوفكم على خير في مقاطع جديدة. سلام عليكم.